اعرف القصه ايه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن كريم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا جابر حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ وحشني. تمام الحمد لله. محمد، يعني لسه صلاح حكى القصه اللي حصلت في الاتوبيس، ويعني كانت مشاده بسيطه بينك وبينه، وهو اساسا ما كانش ليه علاقه بالموضوع، فيعني برضو وعرفت ان انتوا الاثنين استوعبتوا وصلاح حكى القصه، فانت عايز تقول ايه في الموضوع ده برضو؟ والله يا كابتن يمكن انا برضه يعني انا برضه يعني انا زي صلاح برضه، يعني احنا الاثنين ملناش اي ذنب وملناش اي يعني واحد يعني اتنرفز. ويعني انا دلوقتي يعني انت دلوقتي داخلين على ماتش على ماتش زي ماتش السنغال تاني يوم. الواحد قاعد مركز في الاتوبيس، فكابتن يعني والتهريج بيحصل عليه واصحابه وبيحدفوني بازاز وقمت مره واثنين. يا كابتن برضه الواحد برضه يعني مشوار زي اولمبياد لندن محتاج تركيز ومحتاج حاجات كتير جدا. فالواحد يعني قاعد دماغه مشغوله في 100 حاجه، دماغه مشغوله هيعمل ايه في كذا، هيعمل ايه في كذا، اما نروح المغرب هنعمل ايه، اما نروح كذا هنعمل ايه، لازم نكون موجودين. المشكله يا جبل ان انت حذرت انت كم مره، يعني حذرت انا كنت قدامه وسمعتك لما جيت للدكتور، ولا حذرت لمعاذ نفس الكلام، واللاعيبه بتهزر نفس الهزار، يعني هي لاعيبه معروفه بتهزر نفس الهزار، واحنا ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه. مين اللي كان؟ ما ينفعش يا كابتن ان احنا نتكلم على لعيب بيهزر، هو الجهاز عارف مين ومعاذ عارف هو مين وجبل عارف هو مين، بس ما ينفعش احنا نتكلم. الجهاز الفني عارف مين بيهزر ومين ما بيهزرش. طب ما حسام عرفات يا كابتن، حسام عرفات بيهزر هزار واللعيبه كلها بتقبل الهزار. انا بقى لي كابتن 5 سنين ولا 4 سنين في المنتخب، اقسم بالله ما حد سمع صوتي. ومع اول مشكله ما لقيتش حد واقف جنبي. يعني ومش اول مشكله كمان انا اللي مختلقها، لا ده اول مشكله يعني ما هي جت كده بدلت معايا، يعني لعيبه بتهزر معايا وكان الواحد مركز وقاعد في حاله ومتضايق وكده وبتاع، فقمت يعني حذرت واتكلمت معاهم بصوت عالي، هو ده المشكله. طيب بعد ما رجعت الفندق اتكلمت مع كابتن هاني رمزي او كابتن طارق او كابتن معتمد؟ اتكلمنا وهو ذات نفسه كابتن قال انتم مش غلطانين، بس ده قرار جهاز فني ومش قرار جهاز فني والكلام ده، بس انا مش فاهم يعني ايه مثلا، يعني ايه احنا يعني هو الواحد عشان بيقول لا وعشان بيقول عيب ولمصلحته لمصلحه المنتخب يا كابتن، وعشان بيقول الواحد مركز والواحد عايز يشتغل مش عايز يهرج، الواحد عايز يشتغل، نمشي من المنتخب؟ لا دي طبعا انا مش عايز اتدخل في قرارات الجهاز الفني يا جبل، يعني انا سمعت منكم قصه، لكن احنا ما نقدرش، انا ككريم ما اقدرش اتدخل في قرارات الجهاز الفني، احنا بنحترمها، لكن انا بعرف منكم ايه اللي حصل بالظبط عشان نوضح برضه يعني من وجهه نظركم. مش مننا بس يا كابتن، انت حضرتك ممكن ثانيه يا جبل لو سمحت، ثانيه يا جبل، ممكن يا كابتن تسال اللعيبه كانوا موجودين؟ اللعيبه اللي كانت ورا كانت موجودين. مهما عملنا في جهاز فني طبعا انا وليهم قراراتهم واحنا لازم نحترمها، انا ما اقدرش اعترض عليهم يعني. احنا احترمنا القرار يا كابتن ومشينا واحنا ما اتكلمناش واحترمنا وجهه نظرهم وقعدنا معاهم ممكن يبقى هم ليهم رؤيه ثانيه يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم وهنبقى موجودين، والكابتن يتكلم معانا في الكلام ده وتبقوا موجودين ان شاء الله لما نصعد. انا ما قلتش حاجه، بس الواحد كان نفسه يبقى موجود في اكيد طبعا زي دي، مش اكتر. انا بتكلم في المبدا ده. احنا انا وصلاح دلوقتي بقى لي اكتر من 4 سنين في المنتخب، لاعبين كل الماتشات، شايلين المنتخب، المفروض يا كابتن يعني ليه؟ طب ليه هم طب يعني احنا ليه يحرمونا طب يعني من الامل اللي احنا عايشين عليه عشان نصعد اولمبياد لندن؟ احنا كابتن احنا شايلين المنتخب يا كابتن واحنا اللي لاعبين التصفيات، ليه مثلا واحد زي انا عايز حاجات كتير، عايز العب في المغرب وعايز العب في اولمبياد لندن ان شاء الله اما ربنا يكرم ونصعد، وعايز اروح منتخب اول، هو كل ده يا كابتن حرام ولا عيب؟ هو كل ده مش حرام يا كابتن، كل ده مطلوب مننا واحنا اللي كنا عاملين ده كله. فانا مش فاهم بصراحه يعني عشان حاجه بسيطه الجهاز جاي علينا بالطريقه، فانا مش فاهم بصراحه يعني احنا عشان اللي بيقول لا وعيب. طيب ما حاولتش تكلم كابتن هاني رمزي تاني يعني برضه تتكلم معايا يا محمد؟ والله يا كابتن كلمته مره واثنين وثلاثه ما بيردش على تليفوناتي، وخليت النادي يكلمه برضه نفس الكلام. انا مش فاهم اعمل ايه بصراحه، يعني هي حاجه غريبه انا مش فاهمها بصراحه. يعني مرت علينا حاجات كتير جدا وفي نفس المنتخب وفي فرق كتير جدا ان اتنين بيهرجوا مع بعض ولا حتى ضربوا بعض، عمري ما شفت الاتنين مشيوا ولا حاجه حصلت. ممكن لو هيعمل معاه اي عقوبه، خصم فلوس، مثلا يعنفوا الكلام ده كله، لكن ان هم يمشوا من المنتخب وقبل بطوله زي كده يا كابتن وقبل مشوار احنا مستنيينه بقالنا فتره، عمري ما شفتها بصراحه يا كابتن. جبل قبل ماتش من الماتشات يا جبل كان في 2 لاعيبه، وطبعا اللعيبه تبقى عارفه انا ما ينفعش اتكلم، بس انا ابدا اتكلم بقى شويه في الموضوع زي كده، ان في 2 لاعيبه عملوا حاجه برضك والكابتن
كان المفروض ياخد قرار، يعني حاجه ان هي مثلا كنا احنا في البارون واثنين لعيبه معروفين، بس هم كانوا في الوقت ده الكابتن محتاج الاثنين لعيبه دول. انا اتكلم بقى بصراحه يا كابتن، يعني انتوا في الوقت ده كان الكابتن هاني محتاج الاثنين لعيبه دول. يعني هو مش محتاجكم دلوقتي، فحاسس ان دي تلكيك؟ لا مش محتاج، كلامك بيقول كده. صلاح كان محتاجنا، كان لو هو مش محتاجنا ما كانش بعت لنا طبعا يا كابتن. بس انا مش فاهم ايه وجهه النظر ان مثلا حاجه زي كده صغيره تكبر فجأة وبره المنتخب. حصل برضو مشكلة قبل كده زي بين اتنين لعيبة بين اتنين لعيبة، لا من اتنين لعيبة عملوا مشكلة واتخذ قرار. اللعيبة الكبيرة اللي غلطت في القرار ده، إذا كنت أنا ولا معاذ ولا طوبة، رحنا قعدنا مع الكابتن وتأسفنا، قالوا أنتوا أصلا مش عارف إيه، واتكلم معانا برضو إن أنتوا لازم تشيلوا مسؤولية من كباتن الفرقة، لازم تشيلوا المسؤولية دي. مين اللعيبة دي؟ لا مش مهم يا كابتن اتكلم انا قلت لك انا ما ينفعش اتكلم على لعيب في المنتخب، انا بقول مواقف بتحصل، بس ما ينفعش موقف زي اللي حصل معانا ده اللي هو مثلا يا كابتن موقف صغير الناس كلها كبرته، طب يلا اوكي انت اوت، انت وهو اوت. طب ليه كريم ها يا جابر؟ يعني الناس كلها، يعني هم بيقولوا الناس مصرحه على النت وعلى في الجرايد وكل حاجه ان انا وصلاح سليمان ضربنا بعض. ازاي يا كابتن واحد؟ انا والله العلي العظيم ما حصل. يعني انا كابتن فريق بعد معاذ الحناوي وصلاح بعدي، يعني احنا لو في اي مشكله احنا اللي بنروح نقعد مع الكابتن واحنا اللي بنحلها. احنا اتصالحنا في الاتوبيس ساعتها ساعه ما عليت صوتي. اي مشكله احنا اللي بنحل واحنا اللي بنعمل. ازاي يا كابتن احنا الاثنين هنتخانق مع بعض؟ هو في الاول وفي الاخر يا جبل برضو القرار نحترمه من الكابتن طبعا. الكابتن ساعدنا كتير يا جبل، واحنا اتكلمنا في الكلام ده مع الكابتن هاني وقلنا له ان القرار ده نحترمه، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويصعدوا ان شاء الله، ونبقى ان شاء الله باذن الله نبقى موجودين ونبقى اضافه انا كابو جبل محترم قرار الجهاز الفني، ورب ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. ولو احنا غلطانين برضو كجبل بنتاسف على هوا للكابتن والجهاز الفني، لو احنا غلطانين من وجهه نظرهم بنتاسف لهم طبعا لازم. عشان ده منتخب مصر فلازم كلنا نقف وراه حسب ما هي المشكله اللي مضايقانا من جوه مش كابتن ولا كابتن هاني ولا كابتن المعتمد ولا كابتن طارق ولا اللاعيبه، لا اللي مضايقنا ان احنا مش موجودين مش اكتر. انا كان نفسي ابقى موجود، مش مشوار زي ده احنا لازم نكون موجودين فيه، فعشان كده دي حاجه مضايقانا، لكن احنا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويصعدوا عشان احنا نكون موجودين برضو المره الجايه ان شاء الله. اكيد يا جابر، ولازم برضو تكلم كابتن هاني والجهاز الفني كابتن معتمد وكابتن طارق قبل ما يسافروا، وكابتن فكري صالح كمان، وان شاء الله ويعني تقولوا لهم اللي انتوا اكيد بتتمنوا ان منتخب مصر يكون موجود في الفتره اللي جايه. ماتش السنغال الاخير يا كابتن، انا كنت موجود في ماتش السنغال الاخير، قاعد في المقصوره ونزلت سلمت على الجهاز كله، وان شاء الله قلت لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله، سواء انا معاكم او مش معاكم في المغرب، عشان ان شاء الله نكمل ونصعد الاولمبياد عشان اكون موجود باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا. صلاح طيب مشكلة معلش انا عايز اسال سؤال. الاعلام عملوها مشكله وهي مش حاجه يعني. يعني انت لما رحت الكابتن علاء عبد العزيز المفروض مدير الكوره او المدير الاداري قال لي انا ما كانش يعرف الموضوع ده، كان كلها تبع